سنة 2023 كانت تكسير عظام عزيزي الاوتاكو بين الكتاب والاستوديوهات، وفي وسط المدعكة اللي حصلت السنة دي طلع لنا ختام واحد من افضل الانميات في التاريخ وبداية تحفة فنية قادمة. فانا جاي النهاردة اكلمك عزيزي الاوتاكو عن افضل 5 انميات نزلت في 2023 بالنسبة لنا. ونبدأ بالمركز الخامس عزيزي الاوتاكو، هو انمي كيميتسو نو يايبا. والانمي ده تحفة تحريكية في عالم الانمي، لانه حتى لو انت مش مهتم بالقصة فانت هتبقى قاعد بس مبلم كده عزيزي الاوتاكو قدام عظمة الرسم والتحريك اللي في الانمي ده. والانمي ده نزل منه 55 حلقة على 3 مواسم وفيلم، والانمي دموي وفيه حماس وتويستات وفخامة وتدخلات وكل اللي تحبه عزيزي الاوتاكو. دكتور ستون عزيزي الاوتاكو، الفكره والحاجه الحلوه والمميزه في الانمي ده ان اغلب الانميات اللي نعرفها بتلاقي افكار متشابهه، بتحس ان انت شفت الفكره دي قبل كده، ممكن تكون في تاتشات وحاجات زياده، بس انمي دكتور ستون فعلا قصته جديده ومختلفه وتشدك من اول حلقه. لا وخصوصا بقى بارت 2 من الموسم الثالث اللي نزل السنه دي فعلا عمل قلبان في دكتور ستون ده. عزيزي الاوتاكو انا مش عارف فعلا الكاتب ده عمل الانمي ازاي، فعلا موسوعه علميه عشان يقدر يكتب القصه بالسرد والتفاصيل دي، محتاج فعلا يكون كاتب محترم ويقدر يتولى العمل ده. ولو انت اصلا لسه ما اتفرجتش على دكتور ستون عزيزي الاوتاكو فانا اشجعك فعلا جدا انك تبتدي فيه، لانه عباره عن 57 حلقه والموسم الثالث متكون من جزئين. اشجعك جدا انك تبتدي فيه. والمركز الثالث هو انمي بليتش، واحد من البيك 3 بيتعرض السنه دي. عارف يعني ايه البيك 3 عزيزي الاوتاكو؟ يعني العظمه كلها، واللي هم ناروتو وون بيس وبليتش. تحفه فنيه فعلا بكل ما تحمله الكلمه، من تويستات لشخصيات فخمه جدا، لقتالات تخليك على اعصابك، لتدخلات تخليك تبقى هتكسر الشاشه، لتحولات عظيمه ورسمها اعظم. طبيعي يبقى واحد من البيك 3، لو قعدت اتكلم عنه مش هخلص. وبرده قصه جباره، ولو شفت ناروتو او ون بيس ولسه ما شفتش بليتش يبقى لازم تشوفه. اشجعك جدا عزيزي الاوتاكو. ونخش بقى على ترند من ترندات السنه دي، انمي جوجوتسو كايسن عزيزي الاوتاكو، وحرفيا كان بيتنافس بينه وبين المركز الاول على الصداره، وخصوصا ان الموسم الثاني عزيزي الاوتاكو رسم حاجات كتير وتفاصيل كتير ما كانتش واضحه في الموسم الاول من جوجوتسو كايسن، وابتدينا نعرف اهداف الشخصيات ايه والمعضله الاخلاقيه اللي بيتحارب عليها الطرفين من جوجوتسو كايسن، الطرف الخير والطرف الشرير. وتطور الشخصيات بقى واضح جدا، وابتدينا نعرف كل شخصيه عايزه ايه بالظبط. ده غير طبعا الفايتات اللي فعلا الواحد ما يشبعش منها طول السيزون. لا وكمان فهمنا التقنيات واللعنات وكل الكلام ده كله، وفهمنا ازاي سحر الجوجوتسو بيمشي في عالم جوجوتسو كايسن. لو حابب يعني عزيزي الاوتاكو اعمل فيديو منفصل اشرح فيه التقنيات، عشان فعلا تركيبتها معقده وهي مهمه جدا في الفايتات اللي موجوده في الانمي. فلازم عزيزي الاوتاكو لو انت ما شفتش الانمي ده تروح تشوفه حالا، لانه فعلا من احسن الانميات اللي نزلت السنه دي. نيجي بقى لمسك الختام، وهو فعلا كان مسك الختام للفيديو بتاعنا ومسك الختام للانمي نفسه، اتاك اون تايتن، بموسم عظمه وتاريخي، واقل حاجه تتقال عنه انه جبار ومعروف لا يعرف عزيزي الاوتاكو. انمي عزيزي الاوتاكو متكامل بمعنى الكلمه. يعني مثلا لو حاولت تلاقي فيه غلطات كتابيه او القصه ضعيفه او الشخصيات وحشه مش هتلاقي عزيزي الاوتاكو. فعلا كل جوانب انمي اتاك اون تايتن جوانب متكامله ومسنوده وقويه، بغض النظر عن النهايه ان في ناس كتير مختلفه اذا كانت فعلا نهايه منطقيه او نهايه الكاتب ما توفقش فيها، ولكن ما نقدرش ننكر انه واحد من التحف الفنيه. والفيلمين اللي نزلوا السنه دي، واحد في اول السنه واحد في اخر السنه، كانوا فعلا كفيلين بانهم يعملوا ضجه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بجد يا سياما يخرب بيت القصه والترابط والفلسفه والشخصيات وحاجات كتير، مهما تتفرج على اتاك اون تايتن عمرك ما هتزهق منه. وفي النهايه لازم نرفع القبعه للانمي العظيم ده والعمل المتكامل ده، واتمنى ان احنا نشوف حاجه مشابهه ليه في الايام اللي جايه. وانا هنا عزيزي الاوتاكو بقصد جوجوتسو كايسن. فعلا اتمنى السيزونات الجايه تخلي جوجوتسو كايسن يتالق اكتر واكتر.